السلام عليكم يا الحباب ومرحبا بكم على قناة راديو فنيدة بالدارجة. اليوم غادي ندويو على كتاب زوين بزاف اللي وثق المغرب بين 1760 و 1768. الشاهد المفتاح ديالنا اليوم واللي خلانا نشوفوا الماضي بعويناتنا هو واحد الدنماركي سميتو غيور يرسينغ هوست. هاد السيد ما جاش دوز يومين ومشى، لا، راه عاش في قلب الإمبراطورية الشريفة 8 سنين كاملة. 8 سنين. واش كتعرفوا شنو هي 8 سنين في عهد السلطان العظيم سيدي محمد بن عبد الله؟ راه العز والقوة والازدهار. المهم، هاد هوست فاش سال لا ميسيون ديالو ورجع للدنمارك ما رجعش خاوي الوفاض، ما داش معاه غير شي كنينيش صغير فيه شي ملاحظات، ولكن الف كتاب سميتو واسمحوا لي على النطق افترريتنينغر ماروكوس اوغفيس. المهم كتاب على المغرب، ولكن الأهم ماشي في الكتابة بوحدها، الأهم هو أن هذا الكتاب عامر بالرسومات زويونين، كتحس براسك كتشوف فيديو، وبالأخص كيبينوا لنا اللباس ديال المغاربة في ديك الوقيته وبواحد الدقة خيالية. هانتوما القفطان كيفاش مفصل والثوب كيفاش طايح، شوفوا لي العمامة كيفاش ملوية نعم سيدي، والسلهام كيفاش محطوط فوق كتاف رجال اللي هازين تقول الدولة. هوست رسم لينا الديكور ديال المخزن، الوقفة ديال القياد، والهمة ديال جلسات الأعيان. فاش كتشوف دوك التصاور ما كتبقاش غير كتخيل الرقي المغربي ديال القرن 18، لا، كتولي تشوفه بعينيك وكتقيسه بيدك. وهضر حتى على بزاف ديال الجوانب في الحياة اليومية، وهذا الشيء غادي نرجعوا ليه في حلقة أخرى بالتفصيل إن شاء الله. هوست بلا ما يقصد ربما وثق لينا حضارة عندها كود ديالها وجمالية خاصة بها، ما كتشبه لحتى شي بلاد أخرى. هذا دليل قاطع بالصورة باللي المغرب في ديك الوقيته كان إمبراطورية واصلة للقمة ديال الأناقة والهبة. خلاصة القول، التاريخ عمره ما كان غير كلمات، التاريخ هو الصورة اللي بقات محفورة في الذاكرة. وهوست خلانا نشوف جدودنا كيفاش كانوا ملوك في الأرض. واللي ما عنده تاريخ ما عنده مستقبل، وإحنا تاريخنا مرسوم بالذهب. بسلامة ونتلاقاو المرة الجاية.